الله الرحمن الرحيم. بالرمان طه، رئيس مكتب حفظ الصحة البلدي. في اليوم السادس من شهر أكتوبر سنة 2015 تم التوجه وبأمر من رئيس الدائرة المكلف بتسيير شؤون البلدية، تم التوجه إلى مركز التكوين المهني زين عبد القادر بطريق تقرت، وعند لمعاينة الظروف والوقوف على مدى تطبيق شروط الصحة والنظافة. وعند معاينة ومراقبة المواد الاستهلاكية وجدناها مخزنة في شروط غير صحية مما أدى إلى تلفها، وتم إثر ذلك إتلافها من طرف الأعضاء بسكب مادة الغريزيل عليها بالمفرغة التابعة للمركز التكوين المهني. الكمية التي تم إتلافها 67 علبة تونة طماطم، 445 قطعة جبن اسم لافاشكيري تحت اسم لافاشكيري، 8 كيلوغرام دجاج فاسد، 2 كيلوغرام زيتون أسود، وكيلو ونصف طماطم فاسدة، و11 علبة بيض. شكرا.